ازيكم؟ يا رب كلكم تبقوا بخير. انا ايفا عماد ميك اب ارتست. الفتره الاخيره الدنيا كانت مقلوبه على موضوع الرصاص في الميك اب. ناس كتير كتبت لي في الكومنتات: ايفا اتكلمي عن موضوع الرصاص. ما حبيتش اطلع اتكلم غير لما اقرا اكتر في الموضوع وافهم اكتر ايه ضرر الرصاص في الميك اب وايه الموضوع ده. فيلا بينا نفهم. لما دخلت بحثت عن الرصاص اتصدمت شويه، لان انا ما كنتش عارفه ان هو موجود في اغلب الحاجات كده. يعني موجود في المونيكير، موجود في الدهان بتاع الحيطه، والرصاص اللي موجود في دهان الحيطه ساعات بسبب ان هو بيبقى موجود في التراب اللي في البيت او احيانا في الهواء. ده كان حقيقه الصدمه بالنسبه لي شويه. وطبعا موجود في الميك اب، وبيبقى موجود في المواعين، واحيانا بيسبب ضرر بسبب الرسومات في الطبقه البلاستيك او المزخرف بيها، يعني بتبقى فيها برضو رصاص. ده برضو خطر. يعني من الاخر كده لما بحثت اكتر وقريت اكتر اكتشفت ان هو موجود حوالينا في اغلب المنتجات، وان في اطفال كتير بتجي لها تسممات، طبعا مش عن طريق الميك اب، عن طريق الحاجات التانية اللي كنا بنتكلم عليها، بتحصل لها تسمم بسبب الرصاص. واي منتج بنستخدمه فيه رصاص، اذا كان الميك اب او اي حاجه تاني، نتيجه تراكم الرصاص في جسمنا لفتره كبيره، ده بيسبب التسمم وبيسبب ضرر شديد جدا. بس انا النهارده طبعا هيبقى الفيديو يعني كل كلامي موجه من ناحيه الميك اب. وطبعا فيديوهات كتير شفناها وتجارب كتير شفناها ان كل الميك اب اذا كان هاي اند او دراج ستور موجود فيه رصاص، بس طبعا بنسب. انا في الفيديو ده برضو هجرب معاكم تجربه بين منتجين. طيب يا ايفا، طالما كده كل الميك اب وكل البراندات موجود فيها رصاص، ايه الحل؟ ايه نعمل؟ ازاي نستخدم الميك اب بتاعنا؟ انا هقولك ازاي. اول حاجه ما نستخدمش خالص حاجه كوبي. كوبي بمعنى اللي هو مش دراج ستور. دراج ستور اللي هي المنتجات الحلوه والاوريجينال بس سعرها معقول، زي مابيلين، زي اسنس، زي بورجوا، زي روبي روز، زي فوريفر 52. كل المنتجات دي دراج ستور، يعني منتجات اوريجينال. الشركه اللي عاملاها شركه محترمه ليها ترخيص، ولكن سعرها معقول، والبرودكت نفسه بيبقى مش معمول بشكل بروفيشنال قوي زي الهاي اند، بس بيبقى برضو حلو جدا. بيبقى واخد تصريح ان المنتجات دي سالمه للاستخدام للبشره. لكن الكوبي طبعا بيبقى 99% منه اذا ما كانش كله معمول حاجات ما لهاش تصريح، حاجات تحت السلم، مش بيستخدموا المواد دي بنسب معينه ان هي تبقى مش مضره للبشره. دي اول نقطه نخلي بالنا منها. تاني نقطه واهم نقطه ان احنا ما نحطش اي منتج من المنتجات اللي هي الميك اب اللي فيه رصاص، زي الكونسيلر، زي الفاونديشن، من غير ما نحط بيز قبله اساسي ما فيهوش اي منتج مضر. زي طبعا مرطبات البشره، على الشفايف ممكن نحط فازلين، نحط زبده. ده بيدي حمايه للبشره ان هي ما تتشربش الفاونديشن او الكونسيلر اول ما تحطيه على بشرتك. لا، بيبقى اوريدي بشرتك تبقى متغطيه بمنتج تاني، متشربه منتج تاني، فمش هيوصل لها طبعا الضرر زي ما تحط على طول الفاونديشن على البشره وتتشرب هي منه بقى كل حاجه. ده غلط جدا. بتحطوا سيرم، بتحطوا مرطب، بتحطوا برايمر، وبعد كده بتحطوا باقي المنتجات. دي خطوه جدا لحمايه بشرتنا من اي مواد مضره. مش الرصاص بس على فكره، احنا لو ركزنا وفصصنا كده كل مكونات الفاونديشن والميك اب عموما، مش هنلاقي الرصاص بس هو اللي مضر، لا، هنلاقي حاجات كتيره قوي قوي ممكن تضر بشرتنا. تالت خطوه برضو مهمه قوي وهتحمي بشرتنا قوي، ان احنا ما نقعدش فتره بقى بالميك اب ونرجع البيت نقعد 20 ساعه بالميك اب وبس لما نيجي ننام نمسحه، وتبقى مصيبه لو نمنا من غير ما نمسحه. انت خرجتي قعدتي ساعتين 3 4 5 6 يا ستي 7 في شغلك، اخدتي 8 ساعات، رجعتي خلاص البيت، تنضفي وشك كويس جدا، تمسحي بقى الميك اب بمزيل الميك اب عشان تتاكدي ان كل حاجه اتمسحت. بعد كده تغسلي وشك بغسول، بعد كده ممكن تمسحيه بتونر، تمسحيه تاني بماء مسيلار. اهم حاجه ان انت تتاكدي ان انت مش سايبه نقطه ميك اب في مسامك. وطبعا ان انت كل فتره برضو تعملي تنظيف عميق لبشرتك، بمعنى اي حاجه في المسام تنضفيها، اي تراكمات جلد ميت برضو في مثلا تراكمات من ميك اب او كده برضو تشيليه وتنضفيه علشان تحافظي على بشرتك من اي ترسبات للميك اب. وعلى فكره يعني صدمه شويه ليكوا وليا ان من اكتر الحاجات اللي فيها رصاص الكحل بتاع العين، فطبعا نمسح برضو عينينا كويس جدا. وطبعا كارثه كارثه البنات اللي بتنام بالميك اب. انت كده بتسيبي بشرتك بتقولي لها خدي يا حبيبتي اشربي رصاص واشربي كل حاجه مضره. دي اضر حاجه ممكن تعمليها لبشرتك، ان انت تنامي بالميك اب. ورايي الشخصي انا كايفا دايما بقوله لكم في فيديوهاتي، ان انا مهما كان الفاونديشن حلو، مهما كان هاي اند، ومهما كان غالي، مهما كان خفيف على البشره، دايما بقول بلاش نحط
نحط ميك اب وخصوصا الحاجات الكريمي يوميا. يعني ممكن اللي يبقى يوميا اللي هو البلاشر الباودر اللي هو خفيف، الروج عادي مثلا عشان بيتمسح بسهوله وبيتمسح بسرعه، الحاجات الخفيفه دي. لكن بصراحه مش بفضل ابدا ان احنا نحط حاجات كريمي بقى كونسيلر وفاونديشن على بشرتنا يوميا. يعني حتى يوم ما خلاص تبقي انت يوميا واخده، خليها يوم ويوم، يعني يوم يومين لا. يعني يفضل نريح بشرتنا شويه ونخف عليها ونخليها تتنفس كده، وتكتفي بالكريم المرطب والمرطبات البشره والتنظيف والماسكات والكلام ده. ولكن في بنات يا جماعه اختلط عليها الامر شويه وافور طبعا بسبب البوستات والفيديوهات اللي حصلت، بتبقى حاسه ان انا هحط بلاشر شجلام دلوقتي هطلع من بره البيت هموت على الرصيف، يعني اللي هو قاتل بقى ان انا احطه من هنا قاتل. لا يا جماعه مش الدرجه دي. هو اصلا تسمم الرصاص بيجي ان هي الحاجات بتترسب في الجسم، مش مجرد ان انا احط بلاشر كده خلاص انا اتدمرت، لا مش كده، مش للدرجه دي. 99% من البراندات بتاعت الميك اب حتى الرصاص برضو بنسب ان هي ما تضرش البشره، ما تدمرش البشره. طبعا النسبه دي بيحددوها بعد تجارب كتير وابحاث كتير، فاكيد الموضوع مش هبل كده. اجرب معاكم دلوقتي كونسيلر تارت طبعا غني عن التعريف، وكونسيلر شي جلام، ونشوف هل هما الاثنين هيقلب فيهم سواد ولا ايه. طبعا انا ليه بقول لكم ان هو اغلب المنتجات فيها رصاص، لان هو اصلا الرصاص من الحاجات اللي بتلعب على ثبات الميك اب، يعني بتساعد ان الميك اب يفضل ثابت، مهم قوي في البيز بتاع الميك اب. اوكي ده تارت الفاتح وده شي جلام ماشي، وده الخاتم الذهب ماشي. هنا الاول نجرب في تارت. ماشي اوكي. طبعا قلب رمادي شويه. ماشي بصوا الاتنين اغمقوا، يعني لان اصلا ده درجته غامقه، ده بقي كده رمادي شويه، وده برضو شايفين. امسحه. ايدي وجعتني جدا. ده تارت وده شي جلام، الاتنين فيهم رصاص، وطبعا تارت هاي اند وطبعا شي جلام دراج ستور. هنجرب كونسيلر لوريال. شايفين برضو بدأ يطلع ايه. الخلاصة ان انا عايزة اقول لكم مش شي جلام بس اللي فيه رصاص، لا كل البراندات والبرودكت بتاعت الميك اب فيها رصاص بس بنسب مختلفة، والرصاص عامل اساسي في اغلب المنتجات اللي بنستخدمها، مش في الميك اب بس اهم حاجة نعرف ازاي نتعامل معاه ونحافظ على بشرتنا على نفسنا من اي مكونات مضرة، مش الرصاص بس. في المواعين نخلي بالنا برضو ما نشتريش الحاجات اللي هي ممكن بتطلع في الاكل بتتقشر. في الضوافر طبعا نستخدم المونيكيرات النظيفة اللي هي معروفة، ان المونيكيرات من الحاجات اللي منتشر قوي منها الحاجات الكوبي اللي سيئة جدا، الرخيصة قوي اللي معمولة حرفيا تحت السلم. الدهانات والاتربة نخلي بالنا في النظافة ومبقاش جنبنا اطفال او نهوي البيت دايما. معلومات وكلام مني بدائي جدا لان انا قريت شويه يعني في الموضوع، لكن انا بتكلم معاكم بشكل بدائي ازاي نحاول نحمي نفسنا شويه من الحاجات الخطره كتير اللي حوالينا. وطبعا ربنا اللي حامينا وربنا يسترها علينا كلنا يا رب، بس احنا هنخلي بالنا من تصرفاتنا وسيبوها على الله، اللي ربنا كاتب له حاجه هيشوفها. يا رب نكون فهمنا شويه الموضوع ده وارتحنا نفسيا شويه. بحبكم قوي.